بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه بقى من اللي تعتبر ترند قوي على معظم المواقع يعني، وموجوده في معظم محلات الحلواني، بس بجد اسعارها اوفر قوي. هي بصراحه النتيجه كانت حلوه، ويعني بس هي يعني سهله، ما فيهاش حاجه احنا نقدر نعملها في البيت بكل سهوله. هي ليها كذا خطوة هنمشيها مع بعض كده واحدة واحدة، علشان نظبط خطواتنا وأفكارنا، وتبقى الوصفة سهلة إن شاء الله. هبدأ بإن أنا هعمل الشربات بتاعي اللي هسقي بيه الجلاش. هحط كوباية من السكر، عليها كوباية من المية، وهقلبهم مع بعض كويس، وهعصر عليهم نص ليمونة. ولو عندك عسل اللي هو الجلوكوز ده ممكن تحطي معلقة، ما عندكيش ممكن عسل نحل، ما عندكيش مفيش مشكلة. تاني خطوة يا بنات، هعمل رز بلبن، ودي بتبقى اول طبقة في طبق الكشري الحلو بتاعنا. جبت كوباية من الرز بتاعنا المصري العادي، وغسلته وبسويه انا بسوي رز بلبن بتاعي في المية الاول، ودي خطوة مهمة وتركية حلوة بتخلي الرز بلبن حلو قوي طري معاكي. بعد كده نزلت عليه لتر من اللبن، اللبن العادي بتاعنا، وكمان هضيف له كوبايه من اللبن او من الميه، مضاف عليها معلقه من النشا ومعلقه من اللبن البودر. دي برضو تركية بتخلي الرز في حتة تانية خالص. وضفت عليهم نص كوباية من السكر. ده بالنسبة لي السكر حلو قوي، لان انا لسه هضيف في اضافات تانية، يعني الوصفة فيها اضافات تانية، فكده تمام. تاني خطوة هعملها الكنافة بتاعتي. كان عندي نص كيلو من الكنافة، كنت مفرزاها، كانت في الفريزر. فالخطوة دي بتسهل عليا قوي ان انا اقدر اكسرها. ممكن تعمليها بالكبة مفيش مشكلة، بس الخطوة دي بالنسبة لي عملتها بالطريقة دي، فمفيش اسهل من كده يعني. كسرتها كويس قوي، وحطيت عليها نص كوباية من السمنة او الزبدة زي ما يكون عندك، وقلبيها كويس، وضفت لها معلقة من السكر البودر. انا هدخلها بقى الفرن، مش هعملها على النار من فوق، لان عشان بتاخد وقت يعني ومجهود، فالخطوة دي اسهل في الفرن. بفضل كل 10 دقايق بطلعها، اقلب فيها لحد ما اوصل للون ده. بس بكل سهولة كده خلصنا الطبقة بتاعت الكنافة، ودي بتبقى تاني طبقة معانا في طبق الكشري بتاعنا. دلوقتي هنعمل بقى البصل الحلو اللي هو الجلاش. تمام. كان عندي برضو لفة من الجلاش. في ناس كانت يعني شفتهم بيكسروه وبيدخلوه الفرن. لا، انا سبت يعني ورقة الجلاش زي ما هي، وحطيته في الصينية، وضفت عليه نص كوباية من السمنة، او نص كوباية من الزبدة زي ما تحبي، وهدخله برضو الفرن. هسيبه برضو، اخد معايا تقريبا ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير قوي. طبعا كل شوية بتشوفيه لانه كل فرن غير التاني، وكسريه لما بيطلع بقى. بكسره باي حاجة كده زي ما انتم شايفين، وبس ايه بالشربات بتاعي اللي انا عملته في اول خطوة. بس كده الكنافة بتاعتي ما بسقيهاش حاجة، لكن الجلاش هو اللي بسقيه بالشربات بتاعي. ودي الخطوة اللي هعملها بتاعة الكريم شانتيه. جبت كوباية من الكريم الشانتيه الخام، وضفت لها ربع كوباية من السكر البودر، وربع كوباية من اللبن. بتحطيها واحدة واحدة لحد ما توصلي للقوام ده، انا مش عايزاه تقيل. ودي الحاجات اللي انا بقى هزين بيها. كان عندي اوريو، كان عندي مكسرات، كان عندي مانجا قطعتها كده، الرز بلبن جاهز عندي، والجلاش جاهز، والكنافة جاهزة. فكده يعني كل الخطوات بتاعتي خلصتها، باقي بس ان انا اظبط بقى الاطباق بتاعت الكشري بتاعتي. الاطباق دي كانت عندي، حسيت ان هي لايقه على الموضوع يعني. اول طبقه بتحطي رز بلبن، دي بتبقى اول خطوه. تمام. وتاني خطوه بحط الكنافه بتاعتي، وباكد ان الكنافه بنكون محمصينها، بس مش حاطه لها شربات ولا حاجه. تالت خطوه بحطها هي الكريم شانتيه اللي انا عملته. هما كانوا بيعملوا مهلبيه، بس انا حبيت انها تبقى اخف، يعني الموضوع يبقى اخف، فانا يعني جودت من عندي، او دي الاضافه من عندي، ان انا عملتها بطبقه من الكريم شانتيه، وكانت النتيجه تحفه بصراحه. بعد كده بحط طبقه البصل بقى اللي هو الجلاش المكسر.
وحطي بقى كل اي حاجه فاكهه عندك، اي مكسرات، اوريو، لوتس، اي حاجه موجوده عندك عايزه تزيني بيها، مفيش اي مشكله. انا قلت لك الخطوات، وفي كمان اطباق عملتها من غير رز بلبن اصلا، لانه عندي الاولاد في ما بيحبش الرز بلبن. فحطيت طبقه من الكنافه وعليها طبقه من الكريم شانتيه، وحطيت المانجا، وحطيت الجوليش، وزينتها ممكن بصوص شوكولاته او بندق او مانجا، زي ما تحبي. وكان شكل الاطباق بصراحه تحفه، والطعم بجد بجد كان تحفه جدا. وبجد هي تجربة حلوة وتستاهل ان انتوا تجربوها، بس يعني هي ابسط واسهل من الاسعار اللي احنا بنسمعها بره. ودي عملتها بالشوكولاتة وصوص الشوكولاتة. عملت كمان بالموز وبالمانجا بالمكسرات، بالاوريو. الحشوات دي بقى يعني يعني ترجع لذوقك وترجع للحاجة الموجودة عندك الحاجات اللي انتوا في البيت بتفضلوها. فبجد الموضوع سهل قوي وبسيط، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. وعلى فكرة في ناس ممكن تعمل منه مشاريع، ممكن تطلع منه اوردرات. وكمان لو حد جاي لي يسهر عندي ليلة راس السنة، دي حاجة حلوة قوي. وحاجة طبعا بما ان هي جديدة، يعني مش هتلاقي كل الناس عارفاها، او مش كل الناس ضايقاها، بس انتي لو عملتيها تكون حاجة جديدة وحاجة مشرفة انتي تقدميها لضيوفك. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون الخطوات سهلة عليكم ان شاء الله، تعملوا الوصفة احسن كمان من اللي انا عملته. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.